السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتزنبقت يا ولية، اتزنبقت وحياة أمك يا فرنسا. المغرب من هنا ورايح، ما هو سايب أهلك في حالك. عارفة يا ولية، عشان تتربي، ما احنا دلوقتي خلي بالك، دي مش تصفية حسابات. واوعي تفتكر ان الماتش ده تصفية حسابات. الحساب بتاع مونديال قطر لسه ما خلص، لسه هيخلصوا المنتخب الاول. اما دي لسه بدايه، يعني احنا ايه، بنمس كده وبنصبح، الصغار بيمسوا وبيصبحوا لسه. اوعي تفكر ان الماتش ده تصفيه حسابات. انا قلت لك انت هتشخلعي قبل كده، وقلت وبحلم في يوم من الايام ان المنتخب الفرنسي يقع مع المغرب في مجموعه كاس العالم والمغرب يغلبه. اوعوا تفكروا ان ماتش مونديال قطر ده اتصفى الحساب، لسه ما اتصفاش. المنتخب الكبير بتاع المغرب هيصفيه باذن الله. سامعني يالا انفانتينو يا ابن الشحيبر؟ رجع لنا بقى ماتش مونديال قطر كده. لما شفنا التحكيم في البطوله دي، وشفنا بقى الكروت الخضراء والفار والطرد والانذارات الصفراء والاجوال اللي بتيجي ما تتحسبش والاوفسايدات، التحكيم عالمي في البطوله دي لحد دلوقتي. رجع لنا بقى كده يا انفانتينو مونديال قطر، ونشوف ايه اللي حصل في مباراة المغرب وفرنسا وقتها. على الاقل ضربة جزاء ما اتحسبتش. ضربة جزاء ممكن تخلينا اعود في الماتش ده، هما اتنين بس احنا بنقول على الاقل واحدة كانت تتحسب تخلينا اعود في الماتش. ايه، وانا بقول لك تاني يا وليه، يا وليه يا فرنسا يا خرفانة يا افريقية يا بنت الحرامية، انت بتلعبينا باسم مين دلوقتي؟ انا عايز اعرف. فرنسا النهارده بتلعبنا باسم مين؟ باسم الافارقه ولا باسم الاوروبيين؟ اصل في حوالي خمسه سته جماعه سمر يعني زينا بتوع الافارقه دول تبع مين؟ يا وليه حرام عليك يا وليه، مش كفايه المنتخب الاول؟ يا وليه يا خرفانه يا مصديه يا مصديه، مش كفايه المنتخب الاول؟ يعني انتوا كمان الصغار ده تلاقي العلوم بكده برضو. انتوا العيال سرقوا التاريخ وسرقوا الجغرافيا وسرقوا لعيبه الكوره وبيلعبونا باسم الاوروبيين. يعني دول، تخيل ده منتخب اوروبي. قال لا اوروبي، دول اوروبيين. طيب ادي، طب لو انتوا اعتبرتوا نفسكم اوروبيين، ادي المغرب الافريقي يا ولاد. المغرب شخلع فرنسا. وانا بقول لك تعالي جنب اخواتك، يلا نعد كده من البدايه. الوليه الحاجه صنبه، اللي الحمد لله باركنا لها وصبحنا عليها وقلنا صباحيه مباركه. خشينا على الوليه اللي في الاول، اللي هي الوليه بتاعت اسبانيا، اللي هي ايه، ماشيه على سطر وسايبه سطر، دي برضو مسينا عليها. وطبعا مباراه المكسيك احنا سايبينها بمزاجنا. كابتن محمد وهبي لاعب بالصف الثاني، لو كنا لعبناها كنا شخلعناهم، بس احنا قلنا المكسيكيين دول ناخدهم على قد عليهم، لان هم كده كده هيطلعوا في الدور الثاني، واول ماتش جم طالعين بره. نخش على خالة كوريا، الناس الطيبين دول اتزنبقوا برضه. النهارده الوليه فرنسا، انت هتبقى احسن من دول؟ يعني انت يا فرنسا هتبقى احسن من دول؟ انت يا فرنسا عباره عن مجموعه من اللعيبه الافارقه، واحنا افريقيين بنعرفوا نتعاملوا مع الناس دي. ما تلعبنا يا فرنسا يا وليه، حرام عليك يا وليه. يا وليه انت، يا وليه انت فاسده خالص يا وليه. ده انت تلات ارباع القاره عندك يا وليه، تلات ارباع لعيبه الكوره بتوع قاره افريقيا عندك. حتى الجماعه اللي طالعين من تحت افريقيا برضه، ده عيب، مش عيب كده، مش عيب كده؟ انت مزوره ولا ايه؟ هم مزورين طول يا جدعان، طول التاريخ زوروا كل حاجه جت على لعيبه الكوره. بس ماكرون مش موجود المره دي، هنجيب لهم ماكرون ان شاء الله. انفانتينو مش قاعد، والمراهنات مش قاعده بتاعت مونديال قطر. بص يا انفانتينو، يظهر لي كده ان المغرب مش سايب الناس في حالها الفتره الجايه، وخاصه في البطولات الدوليه، البطولات العالميه. طلع المراهنات من الكوره، عشان بدل ما تشوف منتخب اوروبي وبياخد كاس العالم، ومنتخب امريكي جنوبي بياخد كاس العالم، شوف برضه منتخب افريقيا ياخد كاس العالم. ما فيش مشكله، من حق الكل ياخد يا انفانتينو. طلع لنا المراهنات من الكوره بالله عليك، وطلع لنا السيد معزاوي والسيد مش عارف مين، وطلع لنا، واحنا عارفين الحكايات والروايات، وكان لازم فرنسا والارجنتين يلعبوا نهائي كاس العالم، احنا عارفين الكلام ده. ما تطلع المراهنات من الكوره عشان نشوف كوره كويسه. لان يظهر لي كده ان الاجيال الجايه من المغرب مش سايباك انت ولا سايبه فرنسا في حالها. انا بقول لك مش سايبه حد في خالص، حد في، مش سايبه حد خالص في، يعني مش الموضوع مش عدى على خير. الموضوع الايام الجايه مش عدى، اجيال مغربيه جايه تشبشب، واحنا معاهم. احنا بنشجعهم، احنا مش شبشبش حد. احنا مع الناس دول، احنا المغاربه الطيبين دول، احنا بنقول لهم شبشبوا يا اولاد واحنا معاكم. اصل احنا ما عندناش حد في القاره يشبشب غيرهم، فاحنا بنعتمد عليهم. خلصنا بقى الموضوع الاسود اللي كان في الاول ده، نخش بقى على الماتش. وصبح لي على، والله ما كنت عارف اقول ايه، الكابتن محمد وهبي.
احلى صباح على الكابتن محمد وهبي من مصر. انا اهو اول واحد من مصر يا كابتن محمد وهبي بصبع عليك من هنا اهو، اهو بالجلابه المغربيه اهو. وانا اي ماتش بعد كده لفرنسا انا بالجلابه المغربيه واطلع اشتم انا يا ولا يا جدعان، انا مش شتام والله، بس انا اي ماتش لفرنسا هشتم، وربنا غفور رحيم. انا بقول لكم اهو ربنا غفور رحيم في شتايم في فرنسا، لان انا متغاظ بصراحه. الكابتن محمد وهبي النهارده ونجوم منتخب المغرب بالكامل بلا استثناء، حتى اللي لعبوا بلانتيات، حتى محمد الحموني اللي ضيع البلانتي، حتى الحارس اللي نزل في بلانتيات، حتى الحارس اللي هو نزل تبديل اسمه ايه، ابراهيم، اللي نزل تبديل مكان شاوش. يعني انا بصراحه كل اللعيبه دول والكابتن محمد وهبي، المباراة انتهت 1-1، والمباراة كانت في ضربات الجزاء، ممكن المغرب ما يفوز، ولكن اقسم بالله لو كان المغرب خسر المباراة دي في ضربات الجزاء، والله يا جدعان ما كان في حاجة تستحق الزعل الا بس الحرقة ان انت تخسر بضربات الجزاء. اما ما تقدرش تلوم الجهاز الفني واللاعبين دول على اي حاجة. مباراة من الطراز الرفيع، مباراة جاية، خلي بالك شوف الخصوم اللي لعبهم فرنسا، وشوف الخصوم اللي انت مؤنثة وليه، شوف الخصوم اللي لعبتهم فرنسا، وشوف الخصوم اللي لعبهم المغرب. المغرب لاعب البرازيل ولاعب اسبانيا ولاعب المكسيك ولاعب كوريا. كوريا دي خلي بالك ايه، الناس فاكره كوريا سهله. كوريا كانت من كاس العالم اللي فات واخده المركز الوصيف، وقبل كده كانت وصل برضه النهائي. شوف بقى الخصوم اللي لعبتهم فرنسا، هتلاقي العمليه هي ما فيش لعبوا مين، لعبوا كولومبيا ولا لعبوا مين، مش عارف لعبوا مين، مش متذكر يعني كان في مين في مجموعتهم. لعبوا جنوب افريقيا، ولعبوا مش عارف اسمه منتخب اسمه اللي بياخد 8 ده اسمه، انا ما اعرفش انطق اسمه ولا ايه، منتخب كاف وخلاص، ما هو بدايته كاف، كاليردونيا ولا ايه، منتخب بناي البليل خد 15 هدف في البطوله. ده خلي بالك ده فرق الخصوم اللي لعبتهم فرنسا واللي الخصوم اللي لعبهم المغرب. هل انت متخيل او متصور ان المغرب اللي طلع البرازيل وطلع اسبانيا فاز على كوريا الجنوبيه وما خسرش غير مباراه المكسيك بالصف الثاني، هل مثلا انت متخيل ان هو يجي امام فرنسا ويهاب الموضوع؟ بالعكس، النهارده فرنسا الشوط الثاني اول ربع ساعه، الربع ساعه دي فكرتني بالكابتن طارق السكتوي في مباراه الاولمبياد امام اسبانيا، الربع ساعه اللي كانت في بدايه الشوط الثاني وكنا فايزين، اللي سرح فيها اسبانيا عدت في الماتش. المباراه بتاعت النهارده بس الكابتن محمد وهب النهارده ايه بقى، لم نفسه بسرعه، استعاد الدنيا بسرعه بعد الربع ساعه اللي دخل فيه دي، ما اثرتش عليه، فلم الدنيا بسرعه تاني. هتلاقي المغرب كان كويس يعني باستثناء اول تلت ساعه مثلا في الفتره اللي سجلت فيها فرنسا، مسكوا المباراه شويه حوالي نص ساعه. هتلاقي اخر ربع ساعه من الشوط الثاني المغرب لم نفسه بسرعه، استعاد قوته بسرعه، وبدا يمسك بزمام الامور، وبدا يستحوذ على الكره من تاني، وبدا يصنع الفرص. هتلاقي الشوط الاول الاضافي هتلاقي برضو كله للمغرب، الشوط الثاني الاضافي لبسهم طرد وللاسف ما استغلناهوش، ولكن واضح ان الكابتن محمد وهبي كان بيوصل المباراه ضربات الجزاء من خلال التمريرات اللي كان بيعملها، وما كانش مستعجل في انهاء الهجمه، وكان واضح ان هو عايز يوصل مباراه للبلانتيات، والحمد لله ان هو فاز عشان هو واثق في اللعيبه بتوعه وواثق في الحراس اللي كانوا معاه. لو تيجي بس برضه تشوف المباراه من الشوط الاول، المنتخب المغربي اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، ويمكن انا ما بحبش النقطه دي في بعض الاحيان ان انت عندك منتخب فرنسي بيلعب كره مباشره على طول مباشره، يعني فرنسا النهارده بتلعب لعب مباشر، فرنسا ما بتطلعش بالكوره واحده واحده كده او تاتا تاتا زي المنتخب المغربي. وقلت لك الماتش اللي فات ان لعيبه منتخب المغرب، اللاعب المغربي عزيز عليه ان هو يطلع الكره تاتا تاتا، هو كده مهما كان الخصم مين، هو عزيز. شفناه في قطر برضه، كان بونو بياخد الكره كده عايز يرقص، هم كده المغاربه عزيز عليهم لاعب الكره، عزيز عليه ان هو يطلع الكره، متاسس كره صح. النهارده امام فرنسا ما يهبش، يرجع الكره للحارس مره واثنين وثلاثه، والحارس يهدى ويبدا يمين في شمال في الزهواني، في يرجع تاني عند بعوف، عند البختي، عند الباك اليمين اللي هو طه الباك اليمين اللي لعب النهارده مكان معمر. الله عليك يا ابني، الله عليك العيال يا جدعان، ده ما بيلعبش طول البطوله، تخيل تحطه امام فرنسا وتقول له يلعب نصف نهائي. يعني محمد وهبي الثقه اللي عملها في اللاعبين، جسيم النهارده ده فيه طرد اصلا، يمكن الغلطه الوحيده اللي عملها الحكم، بكل امانه التحكيم جيد في هذه البطوله، ولكن غلطه وحيده النهارده عملها الحكم،
الطرد بتاعت رقم 10 الواد المنافسن ابن الشحيبر اللي ضرب جسيم، دي طرد رسمي، ولكن هو ما طردوش. ولكن بشكل عام التحكيم كان جيد. هتلاقي المنتخب المغربي افضل او اكتر اوقات المباراه مستحوذ على الكوره، وحتى لو ما بيعملش فرص هو المستحوذ على الكرة وهو اللي ماسك بزمام الامور، باستثناء اول نص ساعه في الشوط الثاني لفرنسا اللي هي جابت الجول وحاولت تجيب الهدف الثاني. ولكن الكابتن محمد وهبي لم الدنيا بسرعه النهارده. عثمان معمه ممتاز جدا، الزهواني الباك الشمال ادى مباراه كويسه جدا، طه اللي هو الباك اليمين نزل مكان معمر ادى مباراه ممتازه في نصف نهائي كاس العالم امام فرنسا ما بيلعبش تقول له العب ويقدم مباراه زي دي. الدفاع ما فيش كلام عليه، البختي وبعوف يعني انا في كرة النهارده، الكرة اللي هي جت في قبل ضربات الجزاء. يا جدعان ما يميز المغرب في هذه البطولة الروح القتالية، اللعيبة بتموت على الكورة، اللعيبة بتموت على الكورة، اللعيبة عايزة اللقب. انت عارف المغرب لا قدر الله لا قدر الله ان شاء الله مش هيحصل، لو خسر اللقب ما فيش حد يلوم اللعيبة دي، ولو كان خسروا النهارده ما فيش حد يلوم اللعيبة دي. ان شاء الله المغرب هياخد اللقب، ولكن لو لا قدر الله لو خسروا اللقب او كانوا خسروا حتى النهارده، والله انا كنت طالع يعني لو كانوا خسروا انا هقول ايه؟ الناس لعبت، الناس أدت، الناس عملوا كل حاجه في الكوره، الناس عندهم مهارات. شفنا الصادق النهارده اللي نزل، اللي بقاله برضه راكن كام ماتش نزل النهارده، كان الكابتن محمد هو بيحاول يخليه هو اول واحد يضغط. شفنا الكلام ده في الشوط الاول، واللعيبه ماتت من التعب وماتت يعني النهارده جسيم طالع الراجل الاداري او الراجل الطبي شايله على شايله. اللعيبه ماتت النهارده في مباراه امام فرنسا الافريقيه. ادي فرنسا الوليه، فرنسا خسرت، والوليه فرنسا اتزنبقت، والوليه فرنسا اتشحبرت، وهي كده كده بنت شحبر من زمان. فالحمد لله نبارك للاسود، وان شاء الله المباراه النهائيه سواء الارجنتين او كولومبيا ان شاء الله المنتخب المغربي يعرف يتعامل مع هذه المباراه النهائيه. الف مبروك للاسود، الفوز المستحق على منتخب فرنسا، وان شاء الله دائما في تفوق، وان شاء الله نبارك للمنتخب المغربي بلقب كاس العالم تحت 20 سنه. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.